السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة سهلة جدا كله بيحبها. تمام، النهاردة هنعمل فول. طبعا هو يمكن يكون يعني سهل، بس طبعا الطريقة اللي انا هقدمها لكم تبقى طعمه حلو قوي. المقادير معايا زي ما انتم شايفين: بصلة متوسطة مقطعاها مربعات صغيرة، وعندي فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وطماطم طماطمايه متقطعه مكعبات برضو صغيره، كله بنقطعه مكعبات صغيره. وعندي نص ليمونه زي ما انتم شايفين معايا كده. يبقى بصله في مقلايه على النار، ونحط عليها شويه زيت. عايز تعمليه بالسمنه مفيش مشكله، اعمليه بالسمنه. ونحط البصله في قلب المقلايه على الزيت ونحمرها شويه. اهم حاجه البصله تدبل عشان لما نيجي ناكلها ما تقرقش في بقنا، يعني لازم نخلي البصله تدبل. بعد كده انا حطيت شويه فلفل من اللي هو الالوان الاحمر والاصفر والاخضر والطماطم، وسبت شويه تاني على جنب. تمام، حطيت البصله، حطيت لغايه برضو ما دبل شويه، قمت حاطه الفول اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده قلبت الفول، كنت انا سايبه شويه فلفل وشويه، والطماطم ما حطيتهاش لسه. لما بعد كده هرست الفول زي ما انتم شايفين، الفول مهروس. تمام، بعد كده بقوم حاطه الحبه اللي انا سبتهم دول، الفلفل والطماطم مع الفول وهو مهروس كده، وبقلب مع بعضه. تمام زي ما انتم شايفين معايا. وبسيبها مع بعضها تستوى شويه لغايه ما الطماطم تدبل برضو تستوى، والفلفل وكل ده يستوى. على فكره بتدي تيست تحفه، بتدي تيست حلو قوي. تمام، بعد كده بنعمل ايه؟ شويه ميه كده، بنعصر ليمون، نص ليمونه. طبعا ما اعصرش، لو الليمونه كبيره ما بعصرهاش كلها، لو نص الليمونه كبيره ما يعني شويه. بحط معلقه صلصه بتدي لون حلو قوي للفول، وبقلب مع بعض. وشويه ميه. تمام، طبعا الفول اللي انا عاملاه معلب. لو عندك فول عادي من اللي هو بتشرى جاهز ده مفيش مشكله، اعمليه اي نوع فول عندك اعمليه عادي. وبقلب مع بعض. بعد كده عندي معلقه كاتشب. ايوه بحط كاتشب يا جماعه، بيدي طعم تحفه. بقلب الكاتشب، معلقه كاتشب. تمام، بقلب مع بعض عشان كل الحاجه تندمج مع بعض، كل المكونات. التوابل بقى، اول حاجه بحط كمون. كل حاجه بنحط نص معلقه كمون، نص معلقه صغيره. تمام، بهارات مشكله بحط نص معلقه برضو، نص معلقه صغيره. الملح بحط شويه صغيرين خالص، وخلي بالكم عشان خاطر ان الكاتشب والصلصه بيبقى فيهم ملح عشان ما يحدقش منك. انا حطيت شويه ملح صغيرين، تقريبا ربع معلقه ملح صغيره، وبقلب كله في بعضه. تمام، زي ما انتم شايفين. طبعا الطريقة دي بتخلي الفول في حتة تانية خالص، بيبقى تحفة. قومي يلا بلاش كسل، قومي اعملي اكلة طعمها حلو لولادك، هيحبوها قوي. الاطفال طبعا هتحبها جدا. تمام، خاصة ان الاطفال بتحب الكاتشب والحاجات دي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ايه العظمة ده؟ شوية زيت كده على الوش، لو عندك زيت زيتون حطي مفيش مشكلة. تمام، يا جماله يا جماله على الفول الرهيب. احسن فول بجد هتدوقيه في حياتك وهتدعيلي. ادخلي شوفي الفيديوهات التانية على القناة، في حاجات جديدة وفي حاجات كتير في القناة، واتفرجوا عليها.